تعالوا معي بهذا الفيديو خبركن عن جزء بسيط من مقابلة أنس أبو الخش مع غيث وسارة ونورة وخالد. كانت الأسئلة كتير متنوعة وكتير الحلقة كانت حلوة. سألوا سارة إنه هل إذا اكتشفتي إنه زوج صديقتك عم يخونها بتخبريها أو لا؟ فحكت سارة إنه هي ما بتخرب بيوت الناس وإنه ممكن تخبرها، بس ممكن تحكي مع زوجها وتخبره إنه هي عرفت. سألوا غيث هل أنت بتحب الوحدة أو لا؟ فحكى لهم أبدا ما بيحب الوحدة وما بيحب يقعد لحاله، بيحب يضل في ناس حواليه لأنه في أفكار براسه، ما بيحب يضل تطلع لما بيكون وحيد. وسألوا سارة عن أكتر شي بتخاف منه، فحكت إنه هي أكتر شي بتخاف منه هو الوعي، وبكت وقتها. وغيث دغري ضمها. رجعت سارة شرحت إنه هي قصدها بالوعي إنه لما كانت بحضن أبوها وأمها كانت أخذ الدنيا وردية والحياة حلوة، لكن بعد الزواج اختلفت كتير الأمور عليها وصار عليها مسؤوليات كتيرة وهي ما متعودة، لهيك حست بصدمة بين الواقع اللي كانت عايشته والواقع اللي عاشته عن جديد. وكمان سألوا إنه هل سبق إنك فتشت بهاتف شريكك؟ فكانت الإجابة من غيث إنه أبداً، هو أحياناً بيخطر له هذا الشيء بس بيقول إنه شو الفائدة من هذا الشيء، أنا بوثق فيها 100%. بس سارة حكت إنه هي فتشت بموبايل غيث وخبرته لأنه هي ما بتقدر تكتم الحكي، يعني بتحكي كل شيء بيخطر على بالها، فحكت له إنه أنا فتشت بتليفونك. إذا حبيتوا المقطع وحابين أعمل جزء تاني تابعوني واشتركوا بالقناة.